نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بعد أن سمعنا القرآن الكريم بصوت العبد الجميل نستمع للحديث الشريف الذي اعتبره مرجعا مهما للإنسان حيث أنه يحث الإنسان على فعل الصواب واكتساب الصفات الطيبة. وقد جاء كثير من الأحاديث الشريفة التي تتحدث وتتم على أهمية اللغة العربية وسوف نبين عليكم آيات حديثا شريفا مع قارئ هذا الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنكم قيل يا رسول الله قال من أدرك والديه بالكبر أحدهما أو كليهما ولم يستجب. ننتقل الآن إلى فقرة مليئة بالمعلومات وهي فقرة الجعل مع البراء ياسر. كان من اللغة العربية في اللغة التي أنزل بها الله كتاب سيدنا محمد. كان من اللغة العربية في سورة مثل لغة الضاد. كان من اللغة المخصصة اللغة العربية في سورة من اللغة. ننتقل الآن إلى كلمة عن اللغة العربية بالإذاعة العربية يقدمها لكم عمرو عبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعتبر اللغة العربية واحدة من أهم اللغات في العالم لها تأثيرها البارز على الثقافة والتاريخ. وتتميز اللغة العربية على مجموعة من الحروف التي يصعب نطقها بالنسبة للناطقين بلغات أخرى مما يعطيها ويميزها طابعا خاصا وفريدا. كما أنها تتميز بالتنوع الإقليمي حيث تطلق لهجات مختلفة من منطقة إلى أخرى. ومع ذلك تظل اللغة العربية الفصحى هي اللغة المشتركة التي يمكن فهمها من قبل العديد من العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم. إن اللغة العربية هي اللغة التي يتحدث بها الملايين من الأشخاص في بلاد الوطن العربي وبعض المجتمعات الأخرى حول العالم. وتعتبر اللغة العربية لغة سامية فهي تحمل تاريخا عريقا وغنيا وتعد لسان لا يتجزأ من الهوية الثقافية والتاريخية لدى العرب وتعبر عن هويات متعددة وتربط بين الشعوب الناطقة بها وهي الوسيلة التي تربط الناس وتعزز الثقافة والفهم الاجتماعي. لذا يجب أن نفخر بها ونعتز هذه اللغة. نقدم بشيئين عن اللغة العربية يقدمها لكم الطالب أنس المكرماني. أنا لا ولا أكتب في أرض القمر. أنا لا أكتب إلا لغة في فؤادي سكنت منذ الصغر. لغة الضاد وما أجملها سأغنيها إلى أن أجدد. سوف أسعي في مبارها عاشقا أنحس الصخر وحرقه الجبل. لا أبالي باسمي برحمي بل أرى في خشبي ذكر ظلم. وفي ختام الحديث عن اللغة العربية لا بد من التنويه على أهمية اللغة العربية
تمتلك اللغة العربية أهمية كبيرة عند العرب والمسلمين باعتبارها جزءا من الحضارة العربية، بالإضافة إلى ارتباطها بالقرآن الكريم وشرائع دين الإسلام الحنيف التي لا تكون إلا بها أو لا تكون إلا بها. لهذه اللغة العظيمة كانت نشر المفاهيم السليمة عن الدين الإسلامي والتخلص من المفاهيم المطلوبة، إذ أن المحافظة على اللغة العربية تعتبر محافظة على الدين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفس القراءة ضم رجليك مدى تستمع ساعد سرع ساعد النشيط الوطني الشباب كلنا مع بعض نشوف على نفس القراءة يا ولد نفس القراءة جماعة ايه وارفع الخفاق وليحمل النور المسطح به الله أكبر يا موطني موطني